ادخلي يا ام يونس اتضايق. بصي هجهز لك الميه بسرعه بالله عليكي، ميه سخنه بقى وكتير. ايه يا حماتي في ايه؟ اللي فيه ايه؟ هنولدك. انت جايبه لي واحده هنا تولدني في البيت؟ لا ابنك حاجز لي في نعم يا اختي، مستشفى. انت عارفه المستشفى دي حاجز لك بقى بكام؟ ده خاصه. انت هتلفي لي ده حاجزها ب 300 ب 30,000 جنيه. انت عارفه ام يونس اتضايق هتولدك بكام؟ ب 300 جنيه بس، يعني ولاده ببلاش. يا حماتي حرام عليكي، انت عايزه تموتيني يا حماتي؟ بالله عليكي اوعي تعملي لي في دماغك، لو عملت في دماغك ده هموت. بقول لك ايه يا اختي، ما تسمعيش كلام البت دي، ادخلي بس هاتي لي كوات ميه سخنه. قولي لي بقى. حاضر هجيب لك، بس عايزاها ميه سخنه قوي جدا مغليه ولا شويه؟ يا اختي سخنه يا سلام. ايه انتوا بتعملوا ايه؟ لا محدش هيولدني، انا هولد في مستشفى وبعدين ميه سخنه ايه؟ انتوا هتولدوا بره. يا اختي اسمعي كلامي بقى ونخلص. وبعدين يا حبيبتي ما تخافيش، ده هي زي شكه الدبوس على طول، هولدك وامشي على طول. ده هي مولده كل نسوان الحاره. يا سلام، ده انت مش هتاخد في ايدك غلوه، هم شويه الميه. قولي لها والنبي يا حاجه، ده هتبقى بشرة خير، عشان باذن الله مجرد ما تولدي تجيبي العيل التاني على طول يا شابه. شوف، لا انا مش هسمع كلامكم، مش هضحي بحياتي وحياه ابني. لا دي انت يا بنت، انت يا اختي ما تلحقي كده يا مامندو. لا مش هفتح. افتحي يا شمس. لا ابعدوا عني. افتحي يا شمس هنولدك. لا مش يا هفتح. اختي افتحي يا اختي عشان الواد ما يتزنقش في بطنك. انا هولد في مستشفى زي الناس، انا بني ادم يا ناس، حرام عليكم. معلش يا اختي حرام. في المستشفى. يا سلام، هو ايه لعب العيال ده؟ بقول لك ايه يا اختي، انا ماشيه عندي عيال كتير عايزه ان انا اولدهم، بعدين بيطلبوني ان شاء الله في الافراح بقى. سلام عليكم. ايه ده انت واخده 2 جنيه عربون. يا دي النصيب هيروحوا عليا. يا بنت افتحي، يا خساره ال 2 جنيه. مين؟ ايه يا بنتي؟ يا مندو الحقني. ايه؟ امك جايبه لي واحده وعايزه تولدني في البيت، وتقول لها اغلاها ميه سخنه جدا يا مندو. انا ابني مش هستحمل كده، مش هستحمل يجرى له حاجه. بتقول ايه؟ ابعدنا عن امك يا مندو. ميه سخنه ايه؟ واحده مين يا بنتي؟ انا حاجزك في مستشفى. جيت قلت لها كده تقول لي ده هيحجز لك في مستشفى خاص، انت عارفه بكام؟ ب 20,000 جنيه. ياما انما دي هتاخد 300 جنيه. اما يا ولد تعالى ياما عايزك. لا يا مندو ابعدي عني يا مندو، انا بخاف منها والنبي. انا عاوزه اولد في سلام يا مندو. يا ولد ايه ياما اللي انا سامعه من مراتي ده؟ ايه؟ هو انت جبت المرات دايه تولدي هنا في البيت؟ يونس تولدها. ام يونس مين اما يا واد انا بوفر لك يا خايب انت وهي. ده بسم الله ما شاء الله، ايدها كده تتلف في حريق، شد العيل من لسانه علشان ايه؟ ما يبقاش لسانه طويل. ايه ياما في ايه ياما؟ هو انت بتشيلوا ترومبا ياما؟ هو انت في الارض ياما؟ يا مندو الحقني يا مندو، انا مش قادره. ده دي انت قاعده تخبزي ياما. اما بالله عليك، انا مش عايز مراتي تموت، انا عايز احافظ على مراتي وتجيب لي البيبي. مفيش حد مات ولا حاجه، ده بس العيال ايه ساعات ايه يعني يحصل لهم كده، يعني حمى حاجه بسيطه بتتعالج يعني. لكن بعد كده بيبقوا زي الفل. كل حاجه بتتعالج، لكن هي زي الفل ما شاء الله عليها، وبتاخد 300 جنيه. 300 جنيه بقى انا حاجز لمراتي ب 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ايه؟ ده انا حاجز عربون ب 20,000 جنيه، 30,000 جنيه في مستشفى، وانت جايبه لها واحده من الشارع تولدها هنا في البيت ياما ب 300 جنيه. 30,000 جنيه ليه؟ انا بقول لك 300 جنيه. ياما بالله عليك والله العظيم ما ناقصه، انا مراتي هتولد في مستشفى خاصه. هو انت غاوي مصاريف وبس؟ ما كلنا اولادنا جرى لي حاجه، ما انا زي الفل. طب افرض ولدتها هنا في البيت والواد مات او هي ماتت؟ لا ما يجرى لهمش حاجه، انا هبقى لا يا مندو اوعى تسمع كلامها يا مندو. البت دي غاويه تتمنظر انت بس. شفتني دلوقتي سمعت كلام امي؟ اوعى والنبي انا خايفه على ابني يا مندو. ما انت بعد ما اتجوزتيه ما يسمعش كلام امه، بعد ما كان كل حاجه الشوره شورت امه. يا مندو الواد ابنك يا مندو. اتفرج البت بتوز في التربيه. حاضر ياما حاضر، انا هجيب لها واحده هنا تولدها. يلا لا ام يونس. لا بلاش ام يونس دي والنبي. ام يونس شاطره شاطره. حلوه لا يا مندو كده. ده بتقول لي يا شابه خارجه من رفيق المرايه كده يا مندو. امال هي تقول لك يا عجوزه يا بنت يا هبله، بتدلعك يا شابه. طب خش ياما ده انا لو بفكر ان انا اخلي مراتي تنتحر مش هجيب لها ام يونس. ليه ان شاء الله مالها ام يونس؟ ده ام يونس بتدب ما اسكت ياما اسكت ياما. اسمعيني انت نسيت ياما السبعه اللي ولدتهم وماتوا في ايديها؟
ريحت ابوهم اللي كان هيصرف عليهم منين؟ وايه بقى قبل ما تولدهم مهددهم على قرار ان لو حصل لها اي حاجه يبقى مالهاش دعوه، وهي لما موتاهم. لا قضاء وقدر. لا مش كده يما، شدتهم ماتوا. شدتهم ماتوا يما. في حد يشد كده يما؟ ابوه كان يصرف عليهم منين؟ ده ريحت ابوهم. صح. ده كان قاعد يولول. طب روح يما، روح يما والنبي، روح يما، روح يما. ولما بيجي توأم بتموت واحد وتعيش. طب روح يما، روح. خلاص انت حر. ولا كأنك سمعت اي حاجه من امي وانت هتولدي في مستشفى. يا ريت. مش عارفه اقول لك ايه، وعد لك ايه يا شمس، انت دماغك ناشفه يا بنت. يا بنت مالها ام يونس لما تيجي وتولدك كده يا سلام يا سلام، فرحه الولاده كده والدايه جايه وبتسقف ساعه العيل ما يجي. انما المستشفى والقرف والحاجات دي يا ماما، يا اختي مالها الدايه. يا ماما انا مش قادره يا ماما، انا على وش ولاده. بالله عليك خلاص سيبيني. ام يونس ايه وبتاع ايه؟ انا هولد في المستشفى زي ما اي واحده بتولد. انت بتتفشخري. 30,000 جنيه حرام عليكي، وفري. ده هم 300 جنيه والعيل هيجي. مش اهم حاجه العيل يجي، العيل هيجي. في ايه؟ انا عايزه اعرف انت خايفه من انا قاعده جنبها وهي بتشد العيل، هاخد العيل على ايدي وهي تعمل السرار وكل سرار؟ تربط السرار. سرار ايه يا ماما؟ لا تربطه. السرار اللي لا انا هولد في مستشفى. ابني هيجي في مستشفى يا ماما. ابنك هيجي في مستشفى؟ مش هولد انا على اشمعنى في مستشفى؟ انت يا بنت عايزه تطلعي لايفه في المستشفى؟ انا بولد اهو، مش عارفه انا في المستشفى اهو وحاجزه فندق لوحدي اهو. جناح خاصه جوزي جايب لي ودافع لي وعامل لي فشخره. يا بنت داري على شمعتك تقيل. خليكي كده قولي منين، احنا ما قالتناش. الناس عينها كده اهو، عينها كده اهو. بصي اسمعي كلامي، اسمعي كلام عينيا اتطرفت ازاي. شوفي ساعه ما قلت 30,000 جنيه يا اختي قرابي. 30,000 جنيه ليه؟ ده الواحده تعمل بلاوي زرقاء ب 30,000 جنيه. انا من ساعتها ما بنامش. اسمعي كلامي يا ماما، عاملاها مفاجاه لجوزي. ده اول ابن ليا، انا مش هضحي بيه. ما هو لا هتضحي بيه ليه؟ مش هضحي بيه عشان خاطر وانا يعني ست هضحي بيه؟ انا هضحي ابني بيه. هيجي في مستشفى. اعمل ايه يا ربي؟ حرام عليكي، انا مش راضيه عنك ابدا يا بنت. انت مش مدبره، الواحده كده تدبر لجوزها وانت مش مدبره خالص. ادبر له في اي حاجه الا حياه ابني. حياتي في مالها يا بنت؟ هتولد وزي الفل هتجيب الواد من راسه. دي اول فرحتي يا ماما، دي اول فرحتي وفرحه ابوه. عمري في حياتي ما هاذيه ولا اخلي اي حاجه تمسه. هيولد في مستشفى وهيجي طبيعي زي اي ما واحده بتولد. يا ماما ده ابني الاول، سيبيني علشان خاطر افرح بيه. انا بتحسسني ان هي هتموت. هو ايه اللي انا فيه ده؟ انا ماشيه ماشي، اعملي اللي انت عايزاه، ولا انا حاضره لك ولاده ولا انا حاضره لك سبوع. براحتك يا ماما. بصي يا امي يا حبيبه قلبي، انا هكلمك بالعقل. صلي على النبي. الصلاه والسلام. انت مستكتره 20,000 جنيه في ولاده المراتي صح؟ 30,000 جنيه يا ست 50,000 جنيه. طب انا هديكي مثل بسيط. افرض الديه دي موتت الواد في بطن مراتي بعد الشر، او موتت يما افرضي يما جيلكوا اختلف عن جيلنا. انتوا زمان كنتوا بتولدوا وانتوا قدام الفرن، لكن أيوة. دلوقتي يما انا كنت بولد واقوم اخبز. طيب. العيل كان بيخبز معايا. يما الجيل شايله على ايدي كده وعماله بقى. يما جيل التسعينات ده يختلف عن جيل الالفينات. تسعينات ايه يا ولا؟ انا جيل السبعينات يا ولا. جيل السبعينات كمان. يعني شوف يما فرق كام سنه. يما بالله عليك، كل ما الدنيا تزيد كل ما الدنيا تقل خيرها. فبالله عليك سيبيلي يما ولد مراتي في مستشفى بدل ما تولدها هنا ويحصل لها اي حاجه. مش هفضل اسامحك طول عمري. لا يا مندو ما اقدرش. لا يا حبيبي خلاص، ما دمت انت شايف كده اعمل اللي انا عارف يما اللي انت قلبك عليا وعايزه توفري لي. عايزه اوفر لك يما. هتوفري لي ايه؟ ده في ناس بيجيبوا العيل ويقعد في الحضانه بالشهر والشهرين بيصرفوا دم قلبهم. يما بالله عليك ارجعي على اللي انت بتعملي ده. خلاص الوليه ام يونس عماله تزن عليا اجيلك. بلا ام يونس بلا ام دونس. واخده خلاص 2 لا جنيه. واخده 2 جنيه عربون. تصبح على خير يما. السلام عليكم. عايزه حاجه؟ لا خلاص.